السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدوال المثلثية. إيه هي الدوال المثلثية؟ وبنستخدمها إيه أو إحنا بنحتاجها في إيه كبراطين مواسير؟ أو إيه هي مثلا الساين والكوساين والتان؟ كلنا مثلا بنشوف على الآلة الحاسبة الحديثة في ساين وفي كوساين وفي تان. كنا بنسأل نفسنا واحنا صغيرين الحاجات ديت، مثلا الكوساين دي جت منين أو الكوساين دي جت منين. فهو ده إن شاء الله هيكون حلقة النهاردة. هنتعرف على الدوال الهندسية وإزاي نقدر نطبقها ونستخدمها في قوانين برادة المواسير. ده الفيديو رقم 6 في سلسلة من ضمن سلسلة فيديوهات كنا بدأناها بنتكلم فيها عن حساب المثلثات، وده عشان خاطر الناس اللي لسه بتشوفنا لأول مرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الدوال المثلثية اللي هي دي بالزاوية، اللي هي آه عبارة عن إيه الأول؟ الدوال المثلثية هي عبارة عن علاقة بين زوايا المثلث وبين أطوال أضلاعه. هي إيه بقى؟ تقول تاني، الدوال المثلثية هي عبارة عن علاقة أو نسبة بين زوايا المثلث وبين أطوال أضلاعه، وهذه العلاقة ثابتة مهما اختلفت قياسات المثلث. رقم واحد عندنا دي بالزاوية، وبنرمز له في الآلة الحاسبة ساين أو جا. ده بالنسبة للغة العربية بنقول عليه جا، اللي هو دي بالزاوية، وفي الآلة الحاسبة بنرمز له بالرمز ساين. طب إيه دي بالزاوية؟ دي بالزاوية هو طول الضلع المقابل لهذه الزاوية مقسوما على طول الوتر في المثلث القائم الزاوية. إزاي؟ أهوت أنا عندي مثلث قائم الزاوية، ده الزاوية هنا أهي دي طالما الضلع مقابل للزاوية ده بنسميه الضلع المقابل، والضلع جار للزاوية بنسميه الضلع المجاور. وطبعا الوتر اللي هو بيبقى أطول أضلاع المثلث، ودايما بيبقى الزاوية المقابلة للوتر بتبقى 90 درجة. فهو هنا في التعريف بتاع جيب الزاوية بيقول لي إن ساين بيساوي ساين الزاوية بيساوي المقابل على الوتر. ده بالنسبة لجيب الزاوية. 2، جيب تمام الزاوية، ودي رمزها على الآلة الحاسبة بيبقى كوساين، ودوت مثلا درسناه في الرياضيات أو الهندسة باللغة العربية بيبقى رمزه جتا. ايه هو جيب تمام الزاوية؟ بيقول لي هو طول الضلع المجاور لهذه الزاوية مقسوما على طول الوتر. اهو نرجع تاني، بيقول لي جيب تمام الزاوية اللي هو قوسين، بيقول لي المجاور للزاوية لنفس الزاوية، المجاور مقسوم على الوتر. ده بالنسبة لجيب تمام الزاوية. نروح للرقم 3 اللي هو ظل الزاوية. ده اختصاره على الآلة الحاسبة تان، وفي اللغة العربية بنقول عليه ظا. طيب ايه هو ظل الزاوية؟ هو بيقول لي هو طول الضلع المقابل لهذه الزاوية مقسوما على طول ضلع المجاور، زي ما احنا موضحين كده. بيقول لي التان طول الضلع المقابل لنفس الزاوية، ادي الزاوية ادي الضلع المقابل مقسوم على الضلع المجاور لنفس الزاوية، يبقى المقابل على المجاور، ده التان. بس هنا بيديني ملحوظة أو تعريف زيادة لظل الزاوية. بيقول لي هو أيضا مقسوم جيب الزاوية على جيب تمام الزاوية. يعني إيه؟ يعني بيقول لي تاني الزاوية بيساوي ساين الزاوية على كوساين الزاوية. دي هنشرحه في الفيديو، خليكم معانا للآخر. في ناس برضو بتقول لنا إن الدوال المثلثية عبارة عن دالتين، جيب الزاوية وجيب تمام الزاوية. أما التلاتة اللي هي ظل الزاوية ده زي ما هو معرفنا هنا، بيقول إن هو مقسوم جيب تمام الزاوية للساين على جيب الزاوية مقسوم على جيب تمام الزاوية. طب نشرح بقى الكلام
بالتفصيل الممل، ونحاول نعرف واحدة واحدة الكلام دوت معناه ايه، ونطبقه ازاي عملي بالآلة الحاسبة. يعني عبارة الفيديو بتاع النهاردة عبارة عن إن إحنا بنتعرف على الدوال المثلثية، عشان نبدأ إن شاء الله في الفيديوهات القادمة إن إحنا نجيب الأضلاع المثلث عن طريق قانون ظل الزاوية أو قانون جيب الزاوية، ونجيب الزوايا. يبقى إحنا عندنا فكرة مسبقة وفاهمين الدوال المثلثية. طيب هنا مدينا جدول بيقول لنا إيه في الجدول دوت. الجدول ده عبارة عن النسبة المثلثية لبعض الزوايا المحددة. هو جايب لنا بعض الزوايا المحددة وأشهرهم اللي هي الزاوية مثلا 30، الزاوية 60، والزاوية 45، ومدينا عليها أمثلة عشان يوضح لنا إيه هي الدوال المثلثية، ويعني إيه ساين 45، ويعني إيه قوسين 45، ويعني إيه تان 45، وهكذا. يعني مثلا ليه يعني مثلا ليه تان 45 دايما بيساوي 1، وليه تان 30 علامة عشرية 577 من 1000. ليه ساين 30 بنص، أو ليه ساين 90 بواحد. هو ده اللي بنتكلم فيه ونعرفه دلوقتي مع بعض. هنا بيديني مثلثين، المثلث دوت قائم الزاوية، الضرة دي 45 والضرة دي 45، والمثلث التاني مثلث برضو قائم الزاوية، الضرة دي 60 والضرة دي 30. عامل هنا جدول بسيط وسهل، بيقول لي إن ساين الضرة 30 بتساوي نص، ده ثابتة، وإن ساين الضرر 45 بتساوي جذر 2/2، وساين 60 بتساوي جذر 3/2، وكوساين الزاوية 30 جذر 3/2، وكوساين 45 جذر 2/2. ونلاحظ إن هنا ساين 45 هي الكوساين 45 جذر 2/2. تمام، وهكذا. طيب نفهم. طيب الأول نعرف يعني إيه مثلا النص معروف، يعني 5/10. جذر 2/2 بيساوي كام؟ جذر 2/2 بيساوي كام؟ جذر 2 أصلا بتساوي 1 علامة عشرية 414 من 1000. ونلاحظ إن الرقم دوت كنا بنستخدمه في القانون لما نجيب وتر مثلث 45 درجة، نضرب الضلع في الرقم دوت. طيب جذر 2/2 اللي هو نص الرقم دوت علامة عشرية 707. طب جذر 3 1 علامة عشرية 732، وجذر 3/2 اللي هو دوت 3/2 اللي هو ساين زاوية 60 بيساوي علامة عشرية 866، وجذر 3/3 اللي هو بيساوي علامة عشرية 577. بس يا ريت انوه على حضراتكم، المفروض كنت قلت دوت في اول الفيديو، ان انت مثلا تحضر معايا آلة حاسبة، مش شرط ورقة وقلم، بحيث انت تجرب معايا، لان انا طبعا مش هقدر ان انا اجرب كل الارقام ديت بالآلة الحاسبة عشان وقت الفيديو ما يطولش. بس مثلا هديك مثلا مثال على جذر مثلا 3/3، جذر 3/3 هو جذر 3/3 بيساوي علامة عشرية 577. ماشي. وناخد مثلا مثال تاني، مثلا جذر 2/2، جذر 2/2 يساوي علامة عشرية 707 من 1000. هنا برضو بيقول لي ملحوظة إن تان الزاوية اللي هي دي، اللي هو قالها لنا برضو في التعريف الأولاني، بيقول لي إن هو تاني الزاوية بيساوي ساين الزاوية على قوسين الزاوية. يعني هنا مثلا نوضحها لك. هنا التان بتاع الزاوية 45 يساوي 1. هتلاحظ هنا لو حبينا نطبق الملاحظة أو القانون دوت، إن هو بيقول لي إن التاني الزاوية بيساوي ساين الزاوية على قوسين نفس الزاوية. هتلاقي هنا إن ساين الزاوية 45 جذر 2/2، والقوسين بيساوي برضو جذر 2/2. فلو بالتالي لو قسمنا ساين الزاوية ديت على قوسين الزاوية ديت هيدينا 1. وبرضو لو قسمنا اللي هي التان
ساين تان الزاوية 30 جذر 3 على 3 اللي هو مداني علامة عشرية 577 من 1000. لو قسمنا ساين الزاوية 30 على كوساين الزاوية 30 هيساوي تان الزاوية 30 اللي هي جذر 3 على 3. طب نجرب المثال دوت. هنا بيقول لي إن هو تان الزاوية بيساوي ساين الزاوية على كوساين الزاوية. طيب هناخد تان 30 كمثال. هو بيقول لي ساين النص يبقى علامة عشرية 5 على نفتح قوس جذر 3 على 2 جذر 3 على 2 نقفل القوس اهوت نص على جذر 3 على 2 اللي هو ساين الزاوية 30 على كوساين الزاوية 30 هيدينا تان الزاوية 30 اللي هي جذر 3 على 3 اللي هي طالعة لنا علامة عشرية 577 من 1000. ندوس يساوي اهيت. أصبح إن الملاحظة ديت تمام مظبوط. طيب إحنا شرحنا أو عرفنا دلوقتي الجدول دي القيم ثابتة، دي القيم ثابتة. يعني أنت لما تضرب الساين 30 هيديك نص على طول، دي قيم ثابتة. يعني بقول الساين 30 بيديني نص. نجرب كده نشوف الموضوع دوت. ساين 30 ساين 30 ساين 30 بيديني نص، فاهمني؟ فالقيم دي ثابتة، القيم دي ثابتة. ساين 30 بيديني نص، كوساين 30 جذر 3 على 2 اللي هي علامة عشرية 866 وهكذا. فالقيم دي ثابتة. طيب القيم دي جت منين؟ القيم دي جت منين؟ هو ده اللي هنعرفه. خليكم معانا. طيب ناخد مثال على مثلث قائم الزاوية وإحدى زوايات 30 درجة. ناخد أول درجة في الجدول. بقول لي ساين 30 يساوي نص، ساين 30 بيساوي نص. هنا القانون بتاع الدوال المثلثية لما بيقول لي ساين الزاوية بيساوي المقابل على الوتر، وكوساين الزاوية بيساوي المجاور على الوتر، وتاني الزاوية بيساوي المقابل على المجاور. طيب احنا دلوقتي معانا مثلث الزاوية بتاعته 30 مقابل الزاوية. الضلع المقابل للزاوية 30 577، والضلع المجاور للزاوية 30 1000، والوتر 1154. أنا عايز أجيب ساين الزاوية. القانون بيقول لي ساين الزاوية المقابل على الوتر، المقابل اللي هو 577 على الوتر اللي هو 1154 بيديني نص. طب نجرب كده. أنا هاخد بس مثال في الساين ونشرح الباقي عشان ما نطولش. نجرب. هنا بيقول لي المقابل ساين 30 بيساوي المقابل على الوتر 577 على 1154، 577 على الوتر 1154 577 على 1154 هيساوي نص، بيساوي نص. أصبح إن ساين الزاوية زي القانون بيقول لي إن المقابل على الوتر بيساوي نص. أصبح إن النسبة دي أو القيمة دي ثابتة. طالما أنت هتغير في الأضلاع المثلث عادي، يعني الضلع ده يتغير، الضلع ده يتغير، الوتر يتغير، بس الزاوية دي 30 لازم يديلك نص. يعني أنت اللي جبت ورقة وقلم دلوقتي وعملت مثلث والزاوية بتاعته 30 وغيرت في الضلع المجاور وغيرت في الضلع المقابل أو غيرت في الوتر وطبقت القانون إن هو الساين الزاوية اللي هي 30 تقسم المقابل على الوتر لازم يديلك نص. تمام؟ وهكذا. كده جبنا ساين الزاوية، يبقى ساين الزاوية 30 بيساوي نص. لما أحب أجيب قوسين الزاوية القانون بتاعها بيقول لي
نقصين الزاوية المجاور على الوتر، المجاور على الوتر. طيب أنا عندي المجاور اللي هو الضلع اللي جنب الزاوية 1000 على الوتر اللي هو إيه 1154. جرب. بيقول لي 1000 على 1154، 1000 على 1154 بيساوي علامة عشرية 866 اللي هو قوسين الزاوية 30. معنى كده إن أنا لو عملت قوسين الزاوية 30 هيديني نفس الرقم. نجرب. قوسين الزاوية 30 تساوي علامة عشرية 866. تمام. وهكذا التان برضو هيقول لي المقابل على المجاور، المقابل 577 على المجاور 1000. هتقسم الرقم دوت على الرقم دوت بالآلة الحاسبة هيديك علامة عشرية 577. ده عفوا المثال بتاع المثلث اللي هو الزاوية بتاعته 30. طيب عندنا مثلث تاني الزاوية بتاعته 45. قائم الزاوية والمثلث بتاع والزاوية الزاوية بتاعته 45. بما أن الزاوية دي 45 يبقى الزاوية دي 45. بما أن الزاوية دي 45 والزاوية دي 45 ومثلث 90 درجة أصبح الضلع دوت 1000 والضلع دوت برضو 1000 والمثلث ده متساوي الضلعين. طيب هنا بقول لك ساين الزاوية اللي هي ال 45 بيساوي كام؟ القانون بيقول لي المقابل بتاع الزاوية ديت على الوتر. أنا عندي الوتر 1414. أطبق القانون هقسم 1000 على 1414 هيساوي علامة عشرية 707. نجرب. 1000 على 1000 على 14 يساوي علامة عشرية 707 من 1000. ده الساين 45. القوسين 45 بيقول لي القانون المجاور على الوتر، المجاور نفس الطول بتاع المقابل يبقى 1000 على الوتر اللي هو 14 هيديني نفس القيمة. هنلاقي هنا إن الساين 45 هي القوسين 45. وكان في ملاحظة قبل كده اللي هو كان بيقول التان، كان بيقول إن التان بيساوي الساين على القوسين. طيب ادي التاني اهيت، لو خدت الساين على دوت هيديني واحد. هنلاحظ هنا ان تان 45 اللي هي المقابل على المجاور، المقابل 1000 والمجاور 1000 هيديني واحد. اصبح ان الملاحظة بتاعته ديت سليمة. ونلاحظ برضو ان الجدول مظبوط شغال معانا صح اهو. ادي الساين 45 جذر 2 على 2 اللي هي بتساوي علامة عشرية 707. والقوسين بتاع 45 برضو جذر 2 على 2 برضو مطلعينها برضو علامة عشرية 707. تمام. والتان بتاع 45 طالع واحد. الجدول برضو بيقول لي التان بتاع الزاوية 45 طالع واحد. ده الزاوية 45. ونيجي برضو المثال الأخير بتاع الزاوية 60 درجة. اشتغل على 60 درجة. الساين الزاوية بيقول لي المقابل الزاوية بتاعت 60 هي أصبح الضلع المقابل بتاعها اللي هو تحت. ده المقابل اهوت، وادي الوتر وادي الضلع المجاور للزاوية. الساين الزاوية بيقول لي المقابل على الوتر. هنطبق القانون. المقابل 1000 والوتر 1154 هيديني علامة عشرية 866. أصبح إن الأرقام دوت عايز نستنتج من ده إيه؟ إن الأرقام أو النسب ديت ثابتة. أنت المثلث أضلاعه أو قياساته هتختلف، بس الزاوية دي 60 هيديك نفس القيم ديت. الدوال المثلثية بمنتهى البساطة.
عرفنا دلوقتي أو أعتقد إن إحنا عرفنا يعني جات منين الساين والكوساين والتان اللي على الآلة الحاسبة. لما أنا أعرف مثلا أجي أضرب مثلا الساين 30 يديني نص، يبقى أنا عارف دوت النص ده ناتج إيه، المقابل على الوتر أو المجاور على الوتر أو المقابل على الوتر. ده المثال بتاع الزاوية 60، وده المثال بتاع الزاوية 45، وده المثال بتاع الزاوية 30، وده الجدول بتاع النسب المحددة القيم بتاعة المثلث، وده القانون بتاع الدوال المثلثية. المراجعة أخيرة بيقول لي ساين الزاوية بيساوي المقابل على الوتر، وكوساين الزاوية بيساوي المجاور على الوتر، وتان الزاوية بيساوي المقابل على المجاور. وانتظرونا في الفيديو الجاي إن شاء الله، هنبدأ إن إحنا نشتغل بالدوال الهندسية أو بالقانون جيب الزاوية وقانون جيب تمام الزاوية وقانون ظل الزاوية، هنقدر نجيب بيها إن شاء الله تعالى ضلع في مثلث. وبعد كده نخش على ازاي نجيب زوايا المثلث عن طريق برضو قوانين الدوال المثلثية. والورق ده إن شاء الله هننشره على صفحتنا على الفيسبوك، الرابط بتاع الصفحة على الفيسبوك تحت في صندوق الوصف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.